هادو اللي غتحضري الفطور العيد، اسرع رغيفات على الاطلاق، مرقين بدون توريق، بدون بيض ولا حليب. حضريهم ضربه واحده والمذاق لا يقاوم، يبقاو مقرمشين مده اطول بنفس القرمشه. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. والله يسهل عليكم ويجازيكم بخير. ما تنساوناش من لايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعمل فائده على الجميع، واكيد التعاليق ديالكم البناءه. ومرحبا مئة الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا للقناه ويعجبهم اكيد المحتوى. ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله. واول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا القصريه او الطبسيل او الاناء اللي غنمزج فيه العجين. كنحتاج هنايا الجوج كيسان ونص من عبار كاس ديال العنبه من الدقيق الفرص الرطب النوعيه الجيده اللي كنصيبوا به اكيد الحلويات. بالغرام كنحتاجوا رابعه اي 250 غرام ديال الدقيق الفرص، يعني وانتم ممكن تضاعفوا الكميه. غير هاد 250 غرام ديال الدقيق ما شاء الله تبارك الله راه كتعطينا واحد الكميه وفيره. هنا باش غادي نكهو هاد العجين ممكن ديروا قطرات من روح الزهر او الماء اللي غادي نعجنوا به نمزجوه مع ماء الزهر او نديروا روح الزهر. انا ما توفرش عندي لا ما زهر ولا روح الزهر التلاليه، درت هنايا الشاصيه ديال الزهر، يعني داك الشاصيه اللي بحال الفاني ديال الزهر، وهذا هو روح الزهر كانت قاده ليا. ودرت الشاصيه ديال الفاني. كندير معلقه صغيره ديال الخل الابيض، ثم كندير هنايا رشه من الملح كيف ما كتشاهدوا معايا. وعندي هنايا ربع ملعقه صغيره من الخميره ديال الحلويات. عندي هنايا الزبده مذابه، الزبده ديال العلاب، ممكن ديروا الحيوانيه او النباتيه اللي متوفر عندكم الا داك مارغارين ديال التوريق. كنديروا هنايا 2 معالق كبار الزبده دايبه، يعني حتى كندوبوها عاد كنعبروا 2 معالق كبار ديال الزبده. ما نزيدوا ما نقصوا، ما تزيدوش تقولوا نديروا 3 4 باش نتهلاو في هاد العجينه تجينا زوينه حتى كنصدقوا معورين الوصفه. لا، خذوا الوصفه بالمقادير ديالها راه كتجي رائعه جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا في الاول كنبسبس داك الزبده مع داك الطحين، يعني كنمزج المكونات. عاد كنبقى نضيف الماء غير من الصنبور اي من الروبيني، يعني الماء العادي. عندي هنايا الماء اللي كفاني في 250 غرام ديال الدقيق كاس من عبار كاس ديال العنبه اي 200 مليلتر ديال الماء. 200 مليلتر ديال الماء هو اللي كفاني، جاني حدو قدو. وانتم ما ديروش داك الكاس كله تقلبوه دقه واحده، ديروا غير قياس يعني بشويه وانتم غير كتجمعوا في هذا العجين. كيف ما كتشاهدوا معايا العجين كيكون لين شيئا ما، يعني ماشي كيتلصق كاع لصقه واحده، يعني غير واحد شويه تيكون رطيط بحال العجين ديال الرغايف او المسمن. يعني كندلكوا واحد الدلكه خفيفه كنديو نجيبوا في القصريه، واللي عندها الوقت غير دلكيه، يعني اللي عنده الوقت وما مساليش وزربان دلكيه واحد 5 ديال الدقائق. انا غير جمعت العجين ودرته في بلاستيكه وخليته يرتاح ومشيت نقضي شغلي. خليته تقريبا 1 ساعتين، يعني حتى كملت شغلاتي عاد جيت ليه. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي بحال المسكه، يعني كنخليوه يرتاح على خاطرو. والقوام ديالو داك 2 معالق ديال الزبده ومعلقه صغيره ديال الخل كدير واحد الفرق في هذا العجين، يعني غيعجبك وهو في يدك، يعني باقي ما صيبتي لا رغيفات ما دقتي غادي يعجبك هذا العجين بالسلاسه ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا النشا. ما نطلقوش بالدقيق، الله يجازيكم بخير، غنطلقوا هذا العجين بالنشا. راه ما غنسهلكوش بزاف النشا، تقريبا 1 2 معالق كبار ديال النشا اللي كنديروهم فوق سطح العمل. كندردروهم باش نطلق هذا العجين. كنطلقوه دفعه واحده ونحاولوا نطلقوه على شكل مربع او مستطيل. من الاول ناخذوا يعني العبار ديالنا باش نطلقوه يا مربع يا مستطيل. كيف ما شاهدتوا معايا هي كانت الكره مدوره وبقيت كنشكلها بيدي هي الاولى على شكل مربع، عاد كنطلقوها. وهذا هو السمك اللي كنطلقوا عليه، يعني غير رقوها ما تخافوش منها، ماشي قدر الامكان يعني تيبان سطح العمل، ولكن على هذا السمك هذا. ونتمنى الصوره تكون واضحه والشرح كذلك اوضح. من بعد ما كنطلق العجين ديالي كنجي لهنا وكنقلف من كلا الجهتين، يعني كنلف من كلا الجهتين، الجهه السفلى والجهه العليا. كيف ما كتشاهدوا معايا ونتمنى الشرح يكون واضح، يعني كنلف لفه هنا
ولف هنا، غير كنطوي ما كنضغطش، لف هنا ولف هنا باش كيجيوني هاد اللفات قد او هاد الحريبلات قد يعني كنصيبوا هاد الرغيفات ديالنا يعني بواحد السرعه فائقه، يعني بلا ما تبقاي تورقي حبه بحبه وبلا ما تبقاي بكثره المراحل. هذه جد سهله كيف ما شاهدتوا معايا. يمكن بعد ما كملت داك الحرابل يعني محيت شيت بالبانسو ودهنت بالماء، كندهنوا بشويه ديال الماء غير باش نشدوا داك الاطراف، يعني باش كنشدوهم. من بعد ما كنشدوهم كنجيب هنايا الحربول ديالي وكنعبر 2 صبيعات، وانتم الا بغيتو تكبروهم لكم الاختيار. 2 صبيعات راهم كافيين باش كيجيو بداك الحجم، كيجيو حلوين، كيجيو رائعين جدا. وفي الحجم ديالهم راه نتوما غادي تختاروا القياس اللي غديروا، ممكن تصغروهم حتى على هادو. انا درت 2 صبيعات كيجيو رائعين جدا. كناخذ هنا شي سكين يكون ماضي، ما ناخذوش السكين اللي فيه المنشار او السنينات غير غيشرط لينا داك العجينه وغيبهدلها. من الاحسن ديروا شي سكين اللي يكون ماضي مزيان. انا كنعتمد على هذا طونشور، ما عرفتش بالضبط شنو سميتو، كيتباع عند الدروغري ما بين 5 دراهم او 6 دراهم، كينفعني بزاف. كنبغي شي حاجه هكا اللي تقطع ليا وكنخدم به حتى الفقاس. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقطع بهذه الطريقه هذه، وتبارك الله ما شاء الله كيف ما قلت لكم راه كيعطيونا واحد الكميه وفيره. مباشره كنقطعوهم. بالنسبه لهاد الرغيفات راه ما كيرتاحوا لا ساعه ولا ساعتين الا داك المده ديال اما ندلكوهم مزيان ونخدموا بهم داك الساعات، اولا كان عندنا الوقت كيف ما قلت لكم راه جمعتهم وخليتهم ساعتين عاد طلقت العجين. كيف ما كتشاهدوا معايا نتمنى الصوره تكون واضحه. هذه هي الطريقه ديالهم باش كنشكلهم. يعني كنوضع داك القطعه ديال العجين وكنجيب هنايا المدلك اللي يكون رقيق. من الاحسن الا توفر عندكم مدلك رقيق باش كيساعدكم، ما كانش غتخدموا باي مدلك عندكم. كنطلق بهذه الطريقه هذه حتى كتولي لنا بحال شي نتي بان شوكولا او كرواسون. كيف ما كتشاهدوا الشكل ديالها بهذه الطريقه كنضغطوا عليها من الوسط مزيان حتى كنخرجوا الجناب. والجناب نخرجوهم ما نوركوش على داك الجناب الاطراف الاخيره، ما نوركوش عليهم بحال بقدر كنوركو على الجوانب. كيف ما كتشاهدوا معايا تبارك الله ما شاء الله. هذه هي الكميه اللي خرجت لي ديال 250 غرام ديال الدقيق. كندير الزيت ديالي تسخن مزيان وكنوجدوا العسيله. كيف ما كتشاهدوا معايا ما كنخليوهم لا يخمروا ولا حتى شي حاجه، مباشره غير كنغطيهم بواحد منيديل او بواحد بلاستيكه باش ما يبسوش لينا في اثناء ملي نكونوا كنقليو الاجزاء او الحصص الاخرى. عندي هنايا الزيت كيف ما قلت لكم كديروها تسخن مزيان هنايا في المقلاة. مباشره ملي كنوضعهم انا باش ما يغلبونيش الكميه، ما تغلبنيش، كندير 4 ب4 او 5 ب5 باش كنزرب عليهم بهذه العباره. يعني باش كنحكمهم. باش غادي نحكمهم منين كنوضعهم مباشره كناخذ واحد المغرفه او واحد المعلقه كبيره وكنبقى نهز داك الزيت سخون وكنفرغ عليهم من الفوق. علاش؟ باش كيساعدونا باش كيتنفخوا وكذلك كيعطيونا داك البويوقات داك الفقاعات اللي فيهم باش ملي كنعسلوهم كيجيو شاربين العسل. كيف ما كتشاهدوا معايا نتمنى نكون وصلت لكم الفكره والشرح واضح والصوره كذلك واضحه بالنسبه للناس والاخوات. انا ما كنعممش تيقولوا لي كتهضري بزاف بلا نقطه بلا فاصله. انا راه كنحاول نشرح من اعماق قلبي وهذا هو الجزاء ديالي على العموم. وكنحاول ماشي ما كايناش لا نقطه لا فاصله، راه كاين اختي المونتاج، راه كنهضر وكنحبس وكنرتاح. واللي تيقولوا لي اختصري في الفيديو، انا عمرني ما دخلت في شي تفاصيل في شي فيديو من غير تفاصيل ديال الوصفه باش ننجح معكم. الا دابا راني غير بغيت نوضح لا غير. كيف ما شاهدتوا معايا يعني منين حطينا الرغيفات ديالنا الاولى راهم قليناهم غير كياخذوا لينا هذا اللون من الذهب، غير يذهبوا لينا بحال البريوات. بالنسبه للحراره ديال الزيت كيف ما قلت لكم تكون سخونه مزيان. مجرد ما كنوضعوهم كنقصوا المتوسط والنقص منه شويه، ماشي في الوسط ونقصوا عليه شويه بحال اللي كنقليو البريوات تماما. خصهم غير يذهبوا لانهم العجينه ديالهم راه رقيقه، رققناها في الاول ولفيناها وزدنا رققناها فاش شكلناها على شكل كرواسون. يعني راه دغيا كيطيبوا فرمشه عين بحال اللي كتقلي شي رغيفات ديال ورقه بسطيله. لهذا بحال كيف ما قلت لكم بحال اللي كتحضروا كتقليو البريوات، يعني غتنقصوا الادنى درجه ومباشره كنصفيوهم من الزيت وكنوضعوهم في العسيله. اما نغمسوهم في العسل ميم با واحد دقيقه ولا اقل من دقيقه كنحيدوهم او ندهنوهم. الناس اللي ما كيبغيوش العسل بزاف ممكن ناخذ واحد البانسو كيف نقليوهم هما سخان او العسل يكون سخون وكندهنوه حبه بحبه، ولكن غير غطسوهم وعوموهم في العسل وتفكروني عليهم. كيجيو من اروع ومن الذ ومن اسهل ومن اخطر ما غتجربي في الرغيفات معسلين لفطور العيد، وغتعتمديهم ديما بلا عيد لضياف الغفله اللي كنتي والعائله ديالك. يعني جد ساهلين واقتصاديين. انا
متاكده مليار في المية غادي تفرجي في هذا الفيديو وغتزعمي عليهم وغتحضريهم وغادي تاكليهم وتاكلي صبيعاتك موراهم وغترجعي عندي للتعاليق وغادي ترحمي لي عليهم الوالدين. كيجيو من اروع ما يكون، ماشي اول مره كندرجهم معكم في القناه. دابا راه تقريبا سنتين متتاليتين كندرج نفس الوصفه لانها تستحق التجربه، ما كنبدلهمش نهائيا. علاش؟ ما فيهم لا تماره ولا كثره المقادير وكيجيو رائعين، كيجمعوا ما بين القرمشه والهشاشه وكيذوبوا في الفم ذوبان. نتمنى من كل قلبي تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا الخبر في التعاليق، والله يسهل عليكم ويجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم. بالنسبه للاحتفاظ بهم غير بلا ما تخافي، وجديهم حتى من دابا، يبقاو حتى 10 ايام بنفس القرمشه بلا ثلاجه وبلا مجمد وعلى حسابي. وضعيهم في علبه محكمه الاغلاق وتهني، وهادو هما اللي غتحضري لفطور العيد. شكرا لكم متابعه، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، دائما مع السهل والسريع والاقتصادي على قناه سكينه الصوريه.